وجبتنا اليوم مرة لذيذة لذيذة، سويتها معاكم يكون حول سنتين واشتهيناها. تذكروها؟ تخيلوا من سنتين ما زال يذكرونها واشتهوها. مرة لذيذة، صينية دجاج بالطحينة، خرافية خرافية خرافية، مع رز بالشعرية جنبها. بنحضرها الآن مع بعض. عندي هنا بطاطس وباذنجان، راح أقليه في القلاية الهوائية أو تقلونه قلي عادي. أنا بحطه في القلاية الهوائية أخف دهون. طبعا شغلت قلايتي الهوائية وحطيت تحت قصدير بس علشان اذا نقط زيت او شيء، نحط زيت زيتون ما يجي هالشيء. وخلاص دخلنا هذا الشيء. شغلت القلاية الهوائية وعلى ما اجهز كشنة الدجاج وخلطة الدجاج، ان شاء الله يكون كل شيء. ملح وزيت زيتون وفلفل اسود بس، هم بيستوون مع بعض، فعشان كذا راح احطهم كلهم سوا. على ما ينقل الباذنجان والبطاطس، زي ما قلت لكم تبون تقولونه قلي عادي براحتكم. وصفتنا برعاية بهارات التوليفة، بستخدم مجموعة بهارات التوليفة الخاصة، ممكن تستخدمون بدالها بهار الدجاج إذا عندكم، وبديل المكعبات الماجي. وعندي البهارات العثمانية راح استخدمها، تعطي نكهة خرافية. عندي صدور دجاج، وعندي طبعا هنا البصل والثوم والطماطم والفليفلة، معجون طماطم، واكيد للصوص قشطة وطحينة للهردة، والموية، ملح، فلفل اسود وكمون. هنا عندي علبة قشطة وعندي الهردة، راح اخففها بموية. شو راح تجد موية اكثر تنظيف. طبعا عندي ملح بس ما راح احط هذا الملح لان هذا ملح حق رشة ملح بس. فلفل اسود وكمون بس. اخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تمتزج. حسيتها ثقيلة راح اخففها بموية اكثر. بالضبط هذا القوام اللي حنا نبي نحصل عليه، شايفينه؟ خلاص بنخليها على جنب. سخنت الزيت وراح اضيف البصل، بحمسه لين ياخذ له لون اخضر حلو. عن جنبه بقدم رز بالشعرية، فقاعدين نحمس بالشعرية. يحبونها مرة، اصلا انسب شيء معاها رز بالشعرية. لما اوصل لهذا الدرجة من اللون راح اضيف الثوم. تطلع ريحة معجون الثوم قصدي. راح اضيف معجون الطماطم لانه ودي احمسه، يعطي طعم مرة ألذ اذا انحمس في البداية. اضيف مجموعة التوليفة، بديل الماجي. طبعا اللي ما عنده بديل ماجي تحط مكعب مرق الدجاج، افضل اني اضيفه الحين هنا احسن. احنا نشتغل على كل الجبهات. نسوي هذا باقي له 5 دقائق ويخلص في القلاية الهوائية، وخير نتصلح الرز وانا اصور لكم الطبخة. حطيت الماجي طبعا، وراح اضيف الان الدجاج. بعد نخليه الى ما يقارب الاستواء. الان في هذه المرحلة راح اضيف الملح. طبعا جميع بهاراتنا ما فيها املاح، فيعني مكعب بديل مكعب الماجي ما في ملح. راح اضيف البهار العثماني بيعطيك النكهة خرافية. وراح اضيف من مجموعة التوليفة، بهارات التوليفة الخاصة، انا اعشقها صراحة هذه المجموعة او هذه البهارات مرة احبها. ما عندك عادي استخدمي بهار الدجاج او اي بهار انت تفضلينه. طبعا راح اضيف طماطم نخليها تتسبك، وراح اضيف فليفلة، اخلطهم مع بعض واخليها كل شيء ينزل مويته وتختلط الخضار كل شيء يستوي يعني تمام. راح اغطيها واخليها تقريبا يعني تتسبك. نغطيه ونخليه يتسبك شوي. هنا بنات خلصنا ضفتها مرتين. طبعا كل شيء ما شاء الله تبارك الله مستوي تمام زي ما انتم شايفين. هذا كل شيء ما شاء الله تبارك الله مستوي وطري. هنا عندنا بنات اللي قليتها بالقلاية، البطاطس والباذنجان، وشكله كيف يشهي لذيذ، ما قدرت اقاوم. لذيذة.
أنا أعشق البطاطس. أوريكم إنها حارة لا أوريكم إنها مستوية من الداخل، لذيذة في القلاية. الآن عندي دجاج اللي سويته وسبكته وطلع كذا منه صوص مرة يمي. بحطه على هذا الشيء. اوف الريحة شيء اجرامي. اللي ما اخذت التوليفة ما عرف انا ايش تنتظر، اللي ما عندها بهارات التوليفة ايش تنتظرين. عندي الصوص اللي جهزته، صوص الطحينة، بصبه عليه. حسيتوا يعني بدكم تسوون ازيد زيدوا، بس انا الكمية عندي مرة كفاية. صدقوني اجرام حتى مع خبز يامي. برش عليه رشة من البهارات العثمانية زي ما انتم شايفين، تكفي هالرشة. وراح ارش عليه ايضا سماق. وعيشوا شيء مجنون، مو بس مجنون، شيء مجنون لذيذ خرافي يامي. طبعا بعدين زينوا بقدونس وصنوبر براحتكم. قالوا لي لا تحطين صنوبر اليوم، قلت لهم احسن، الصنوبر غالي احط لهم بس بقدونس. بتدخل الفرن بس كذا تتمازج النكهات كلها مع بعض وخلاص راح يكون جاهز. يعني 5 دقائق كذا بالفرن، بس مجرد تتماسك شوية الطبقة. ما شاء الله تبارك الله خلص. اكيد راح نحط عليه رشة السعادة الورقيات. زي ما قلت لكم تبون تحطون صنوبر حطوا. طبعا هنا خلصنا جلسة التصوير، ابيكم تشوفون بس كمية الصوص والاشياء اللي يمي. حطوها هنا طبعا مع الرزيزات بس ولا ألذ. او اللي تبونها مع خبز براحتكم عاد مع خبز. يلا عاد وبالعافية علينا. هناك طبعا قطع طاحت فرجعت عشان اعيد التصوير من جديد، وبس بالعافية. الحين اذوقها واعلمكم. لا يوقف مرة يمي.